بنقدم النهارده حاجة عن الإسكندرية، منطقة فاروس الإسكندرية اللي هي منطقة قايتباي حاليا، اللي كان فيها منارة الإسكندرية اللي هي عجيبة من عجائب الدين السبعة. بيقول التاريخ: كانت فاروس الإسكندرية أعجوبة الأعاجيب في زمانها ليس فقط لارتفاعها الشاهق وجمال بنيانها وقوة إضاءتها، وإنما لكونها المبنى الأول من نوعه في العالم، أو بالأحرى الاختراع الأول للمنارة البحرية. طبعا هي معمولة عشان تنور للسفن اللي موجودة في البحار، يعني هي كانت بتنور البحر علشان السفن تهتدي، التايهة أو الضالة تهتدي بالمنارة دي، كانت نوع من الإرشاد يعني. وإذا تأملنا تاريخ الإسكندرية بشكل أكثر تعمقا سنكتشف أن فاروس كمنارة بتهدي النور للسفن التائهة في ظلمات البحر هي أشبه بالإسكندرية كمدينة أهدت للبشرية العلم والفلسفة والفن. وبالعودة للنصوص اليونانية واللاتينية والعربية القديمة التي وصلتنا، سنجد الكثير من الحديث عن فاروس الإسكندرية، ولكن الغريب أن معظمها إن لم يكن كلها اكتفى بالإشارة بارتفاع المنارة وقوتها وإضاءتها، ولم أذكر أي تفاصيل عن شكلها المعماري إلا فيما نظر. وباختصار شديد، كان كاتبي النصوص دول لم يتخيلوا أن فاروس ستندثر في يوم من الأيام وتنتهي وتقع يعني، وتصبح أثر بعد عين. والآن في زماننا عدا القليل إن رجعنا نسأل عن كيف كان شكل فاروس. ولحسن الحظ ساعدتنا النقود، يعني احنا النهارده بنتكلم مش عن المنارة، بنتكلم عن النقود اللي بتفهمنا المنارة كانت شكلها ايه. ولحسن الحظ قد تساعدنا النقود بالإسكندرية اللي هي النقود القديمة في إجابة هذا السؤال وإعادة تصور التصميم المعماري الأول لأول منارة بحرية في التاريخ. بشكل عام تعد المسكوكات أهم المصادر الأثرية التي أظهرت الشكل المعماري لفاروس، ونحن هنا نتحدث تحديدا عن سلسلة الإصدارات التي ضربتها دار السك بالإسكندرية خلال الحكم الروماني على مدار قرن من الزمان تقريبا، ابتداء بفترة الإمبراطور دوسيتيان ومرورا ب تراجان وأنطونيوس وماركوس وانتهاء بكومودوس. ولكن علينا أن نفهم حقيقة أن تلك الإصدارات يجب أن دراستها مجتمعة، ما ينفعش نعرفها قطع قطع، لازم تبقى كل العملات قدامنا ونتكلم مجموعها يعني كلها اللي صدرت في هذا الوقت. فطبعا ده كان البحث كان صعوبته في كده ان احنا نجمع القطع اللي اتعملت في خلال 100 سنة دول. الإصدارات يعني ما ينفعش نشوف نموذج أو اتنين، لازم نشوف الإصدارات كلها. وبسبب كثرة الإصدارات كان من الطبيعي تعدد القوالب، وهذا يعني انعدام التطابق التام بين القطع، لأن حفر القوالب كان بيتم بشكل يدوي، وده اللي بيفسر شكل اختلاف تصميم المنارة على كل قطعة من قطع الأخرى. وباختصار شديد هنعرض هنا سلسلة الإصدارات التي ذكرناها اللي اتعملت في التوقيت ده بخصوص منارة الإسكندرية. فطبعا معاكم الفيديو، اتفرجوا على الصور، ودي الحاجة اللي قدرت أقدمها لكم. اتفضلوا.